إلا كنتو أول مرة كتشاهدوا الفيديوهات ديالنا ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وللتوصل بالجديد لحظة نشره فعلوا خاصية الجرس. كما شفنا خوتي العزاز الاعلام التونسي قارن اللعابه ديالهم مع اشرف حكيمي، قال من بعد المدرب ديال المنتخب تونس ما استدعاش بعض اللاعبين. قال لك ماشي مشكل واخا ما يستدعيهمش، راه ماشي هما هادو، ماشي اشرف حكيمي ديال المغرب ولا ليونيل ميسي ديال الارجنتين ولا رونالدو، بحال استدعاهم بحال ما استدعاهمش. بحال قال لك بان بحال المنتخب المغربي ما استدعاش حكيمي تما اللي غتكون القضيه صعيبه، اما المنتخب التونسي ما استدعاش هاد اللاعبين هادو راه عاديه. ماشي شي حاجه في المنتخب التونسي هاد اللاعبين، هذا على حسب القول ديالهم، هما اضرب اللاعبين ديالهم. المهم الخوت تنتمناو التوفيق ان شاء الله لمنتخبنا الوطني، تنتمناو لاشرف حكيمي يزيد ان شاء الله يزدهر ويزيد يعطي، لان اشرف حكيمي من اللاعبين المهمين في المنتخب وتنعولوا عليه بشكل كبير. المهم غدا ان شاء الله كاينه مباراه الوديه ديال المنتخب المغربي، تنتمناوهم المدرب يدخل اللعابه اللي باقي ما شفناهمش ويلعبوهم كايسين، ماشي مشكل عندنا ربحوا ولا خسروا هذه المباراه. هذه اهم حاجه، هي ما يتعطب لينا حتى شي لاعب، لاننا في حاجه لاي لاعب في المنتخب، حنا في امس الحاجه اليه. راه شفنا ملي مشى لنا امين حارس شحال بقى فينا الحال، المنتخب كامل بقى فيه الحال، الجمهور المغربي في العالم كامل بقى فيه الحال، لان امين حارس لاعب مهم. ودابا ان شاء الله المباراه ديال غدا بغينا ناخذوها باقل جهد ممكن، ما عندناش مشكل يخسر المنتخب ولا ما يخسرش، واخا هو لا ربح، واخا مباراه وديه واستعداديه لكاس العالم، ولكن لا ربح فيها غادي يكون واحد الحافز اللي هو مزيان، ولكن ما عندناش مشكل واخا يتعادلوا فيها ولا ينهزموا. اهم حاجه اننا نشوفوا الاخطاء اللي كاينين في المنتخب، نشوفوا اللعاب اللي يلاه جاوا للمنتخب يلعبهم وليد ركراكي، هادشي اللي بغينا حنايا. والقرار في الاول وفي الاخر تيبقى المدرب وليد ركراكي، والله يوفقه ان شاء الله مع المنتخب، والله يوفق الجميع. تنتمناو لهم حظ جيد ان شاء الله في هذا المونديال هذا، وحنا معاهم بقلوبنا ديما كيف العاده. ديما مغرب اخوتي، وهادشي اللي كاين. السلام عليكم.